هذا الفيديو خاص لمن يسأل لماذا أبناء العراق في قصائدهم دائما يمدحون أنفسهم، يقولون إحنا عيال العزوبية شنو يحطون من نية علينا. شوفوا واسمعوا الكلام اللي يعجبكم إن شاء الله. أولا ذول الشرفاء يسهرون ليلا ونهارا لخدمة الزوار السائرين في درب الحسين صلوات الله عليه. ذولا يقعدون، مو امي وامك ترى اللي قاعده تحت الشمس تطبخ، مو ابوي وابوك اللي قاعد تحت الشمس يطبخ، مو عيالي وعيالك اللي واقفين ليل نهار ما يذوقون طعم للراحه، يفرشون بساط الاكل، يفرشون بساط النوم، يخدمون الزوار، ياخذون اغراضهم، يروحون يوزعون لهم ماي وشاي شنو ينقصهم. هم اللي تعبوا، مو احنا اللي ايده بالنار مو مثل ايده بالماي. هذا اولا. وثانيا يا حبيبي يا بعد قلبي اروح لك فدوه، ما يمنع ان يكون هناك قصائد يشجعون فيها ابناء بلدهم لخدمه هذه المسيره المليونيه الى سيد الشهداء سلام الله عليه. وثالثا يا بعد قلبي ترى اغلب الرواديد اللي يمدحون الخدام يمدحون اصحاب المواكب ترى عندهم قصائد خاصه في الرثاء. طبعا الرثاء مقدم، طبعا العزاء مقدم، طبعا الدمعه مقدمه، لكن اذا كانت القصيده بحس عزائي بشعر رائع جدا يقربنا من الحسين سلام الله عليه ويشجع ابناء هذا الوطن لخدمه الملايين من الزوار، ما المانع؟ وبالعكس ترى شوفوا من يوقفون والله لا ينظرون لا الى جنسيه، لا الى اضياف، لا الى اعراق، اي واحد يمشي لابس سواد مو لابس سواد، اي واحد يمشي في طريق الحسين يوكلونه، يشربونه، يريحونه، يطلعون برا البيت عشان يضيفونه ببيوتهم. فرحم الله والديكم، حاولوا تكونون إذا عندكم ملاحظة قدموها بلسان حسن، لكن لا تقولون لأن هذا شأنهم ويعطيهم الصحة والعافية وهم مقصرين بخدمتنا. أقل ما نقدمه هو أن نشكرهم، نقول يعطيكم العافية، بيضت وجوهنا والله العظيم، ما قصرتوا وانتم رفعت راس، أقل شيء نقوله.